ريادة الأعمال في مصر والوطن العربي شافت تطور كبير جدا بعد الكورونا. عايز تبقى مليونير؟ طب ما تبقى مليونير. والاهتمام برواد الأعمال زاد بشكل مش طبيعي، لكن الحقيقة إن غالبية الأسامي الكبيرة بدأت قبل الكورونا مش بعد الكورونا. لكن ده مش معناه إن البداية كانت في الوقت ده، لأن في نجوم كانوا بادئين لعبة قبل كده بكتير وقدرت توصل إنها تكون يونيكورن، يعني القيمة السوقية بتاعتها تعدي $1 مليار. ويجي عندنا في المركز الخامس شركة كيتوبي، وهي شركة كلاود كيتشنز. اتأسست في دبي سنة 2018 وقيمتها وصلت $1 مليار. الكلاود كيتشنز دي عشان تفهمها بمنتهى البساطة هي مطبخ كبير قوي بيخدم على براندز كتير، وده نفس الفكرة بالظبط بتاعت براند مستر بيست واللي معتمدة على الكلاود كيتشنز، وده ساعدها ان هي توسع بسرعة في اسواق زي السعودية والكويت وغيرها. وكمان كيتوبي مش بس بتوفر خدمات تشغيل، لا كمان بتساعد المطاعم في توسيع نشاطهم من غير ما تحتاج انها تفتح فروع جديده، فبتوفر طبعا عليهم تكاليف كتير. هنروح للمركز الرابع لشركه EMBG Emerging Markets Property Group، وهي شركه بروكرج او سمسار عقارات زي ما احنا بنقول، لكن قدموا الخدمه دي بشكل مختلف تماما. الشركه دي اتأسست سنه 2015 وقيمتها السوقيه وصلت لحوالي $1 مليار، وبتقدم حلول مبتكره في مجالات العقارات والتوظيف وخدمات، وبتخدم ملايين المستخدمين في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اسيا وجنوب شرق اسيا. ومن اهم العملات التجاريه اللي بتمتلكها EMBG هي بيوت.com، والمجموعه دي شغاله في اكتر من 16 دوله وعندهم 10 علامات تجاريه وفيها اكتر من 6750 موظف. في المركز الثالث بقى معانا واحده من اشهر الشركات في مصرنا الحبيب، وهي شركه فوري، واللي تاسست سنه 2008 بهدف تسهيل عمليات الدفع وتقديم حلول ماليه مبتكره، وقيمتها السوقيه وصلت لحوالي $1.4 مليار. فوري بتوفر منصه بتجمع ما بين المستهلكين والتجار والشركات لتسهيل دفع الفواتير. كل الخدمات الماليه اللي انت ممكن محتاجها هتلاقيها موجوده، واللي بسبب انتشارها الضخم جدا بقت جزء اساسي من حياتنا كمصريين، وفتحت الطريق لشركات تانية كتير تظهر من بعدها زي بايمو. ونروح للمركز الثاني، الشركه اللي برضه اتاسست في مصر ومن بعدها اتنقلت للامارات، وهي سويفل، اللي وصلت لقيمه سوقيه حوالي $1.5 مليار. وهي شركه نقل جماعي اتاسست في سنه 2017 على ايد مصطفى انديل بهدف تقديم حل بديل وموفر للتنقل في المدن الكبرى، وتقدر برضه عن طريقها ان انت تحجز رحلات، وبتوفر برضه باصات متخصصه بمسارات معينه واسعارها بتكون اقل من اسعار التاكسي التقليدي ومواعيدها مظبوطه ويعتمد عليها. سويفل بدات عملياتها في القاهره وبعدها توسعت لمدن تانية في المنطقه وفي العالم زي الامارات وكينيا وباكستان. وفي 2021 سويفل اعلنت عن الاندماج مع شركه استحواذ امريكيه خاصه والطرح في بورصه ناسداك، وده خلاها واحده من اولى الشركات الناشئه المصريه اللي تدخل السوق العالمي. بس للاسف بسبب ظروف كتيره تراجعت جامد وبقت قيمتها الحاليه حوالي $19 مليون بس، يعني وصلت ل1% من الرقم اللي كانت فيه قبل كده. صحيح ان هي بقى لها دلوقتي حبه بتقع، بس نموذج قوي جدا نتعلم منه. واخيرا الشركه صاحبه المركز الاول بقيمه سوقيه تخطت $3.1 بليون، شركه النقل الذكي اللي اتاسست في دبي سنه 2012، وهي شركه كريم. مش كريم انا، ما يا ريت يا ان شاء الله يعني يسمع من بوقك ربنا، قصدي كريم التانيين اللي هو برضو اللوجو بتاعهم بالاخضر دول اللي هم زي اوبر كده. وما وقفتش بس عند خدمات النقل، لا كمان زودت خدمات زي حجز السيارات وتوصيل الطلبات وخدمات الدفع الرقمي زي كريم باي، وقدرت انها تخلي اوبر ما تقدرش تنافسها في الشرق الاوسط عشان هم كانوا دارسين العميل احسن منهم بكتير قوي في المنطقه. لحد ما في 2019 اوبر استحوذت على كريم في صفقه قيمتها $3.1 مليار. كريم النهارده عندها ملايين المستخدمين في اكتر من 100 مدينه في 13 دوله حوالين العالم. انا كريم حنفي، سلام.